ميريام فارس تتعرض لانتقادات في كليب أغنية كأس العالم. تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات حادة طالت أداؤها وملابسها بعد ظهورها وهي ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022، حيث هاجم عدد كبير من الجمهور أداء النجمة اللبنانية وهي ترقص على طريقة النجمة الكولومبية شاكيرا، مشيرين إلى أنها نسخة مقلدة عن الأخيرة ولكن بشكل سيء للغاية. كما انتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل بدلة الرقص التي اعتمدتها فارس في الأغنية، مشيرين إلى أنها لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام في قطر. إضافة إلى ذلك لم تحظى كلمات الأغنية بإعجاب كثير من المتابعين، مشيرين إلى أنها ركيكة للغاية لا ترقى لمكانة في المناسبة العالمية.